اللهم وفق علماء أهل السنة يا رب العالمين. جولة الأمطار. الحجوري ماذا قال عن هؤلاء الذين تنكر نضوجهم العلمي في كتابه الطبقات، الذي أستبعد أن يعيد طبعه الحجوري، أستبعد أن يعيد الحجوري طباعته، لكن سأقرأ لكم كلام الحجوري في هؤلاء المشايخ. قال: كبار مشايخ الدعوة السلفية في اليمن وعلماؤها الذين تدور عليهم الفتوى في البلاد، هذا ثناء الحجوري عليهم، نذكرهم مرتبين على حروف المعجم: الشيخ الفاضل، هذا كلام الحجوري، أبو منير الله بن عثمان القيسي الدماري، واعظ بليغ مؤثر جدا، كأن الله هيأه لذلك، وقد نفع الله بوعظه المسلمين وأيقظ به الغافلين، لأنه يعتمد في وعظه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، له دروس ودعوة نافعة في بلده. الشيخ الفاضل أبو عبد الرحمن أبو عبد الله، الشيخ الفاضل أبو عبد الله عبد الرحمن ابن عمر ابن مرعي ابن بريك العدني، الذي أقام الحجوري الدنيا عليه ما أقعدها، ذو عقل راجح، آتاه الله من العلم خيرا كثيرا، مع تواضع وأدب جم وثبات على السنة، له في الفقه دروس مفيدة، شرح على درار الشوكاني نشر بعضه. الشيخ الفاضل أبو ذر عبد العزيز بن يحيى البرعي، هذا حالي عنده، أنا أسأل الله أن يتم علي نعمته أن أموت وأنا طالب علم، لكن هذا حكمه علي. الشيخ الفاضل أبو ذر عبد العزيز بن يحيى البرعي، داع إلى الله، محنك مقدام، خطيب مفوه ومدرس مفيد ومؤلف، له مركز سنة مبارك في مفرق حبيش، وله تآليف مطبوعة، منها رسالة بداية الانحراف وغيرها، وهو من شعراء الدعوة. الشيخ الفاضل أبو عبد الحميد محمد بن صالح الصوملي، إمام وخطيب جامع الخير ببير عبيد، داع إلى الله، بصير ومدرس مفيد، أمثاله قليل في الكون ومحبة الدعوة والقيام بأعبائها في صنعاء، مركزه يعتبر معقل أهل السنة الأصل بصنعاء، وقد نفع الله به نفعا عظيما. الشيخ الفاضل ذو الهمة العالية أبو نصر محمد بن عبد الله الريمي، الملقب بالإمام، أحد أبطال السنة، حسن الكتابة، بليغ الخطابة، واعظ مبدع، وإذا قرأ القرآن لا تكاد تشبع من قراءته، له مركز علمي مبارك بمعبر، تخرج على يديه أعداد الواعظين وحفاظ القرآن، وله تآليف مطبوعة، منها تنوير الظلمات في مفاسد الانتخابات، والمؤامرة الكبرى على المرأة المسلمة، والبيان لما عليه جامعة الإيمان. الشيخ الجليل الثبت الزاهد الصبور والعالم الوقور، أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي، من رؤوس حماة عرض السنة بلا مدافعة، منحه الله السكينة ومحبة السنة وأهلها، مواعظه أغلى من الدرر، له تآليف مطبوعة، من أروعها وأنفعها القول المفيد في أدلة التوحيد، ثم رسالة الطرد والإبعاد عن حوض يوم المعاد، ورسالة حكم الرضاع الكبير، وأخرى بعنوان القول الصواب في حكم المحراب، ورسالة الجوهر في عدد درجات المنبر، ورسالة تحفة الأديب في اتخاذ العصا للخطيب. له مركز علمي مبارك بالحديدة وفيه دروسا نافعة.
هؤلاء بارك الله فيكم الكبار، والكتاب كله في ثناء على من قد نفاهم وأبعدهم. والشهادات العلمية ما تنسخ، الشهادات العلمية للشخص ما تنسخ. أقول مثلا فلان ذكي، ربما يحصل عنده سوء ذاكرة ويذهب عنده الذكاء، لكن عندما أقول فلان طويل ما سيأتي يوم يقصر، سيبقى طويلا على ما هو إلى أن يموت. فهذا عندما يثني عليهم بهذا الثناء قل له يراجع الحجوري في هذا الكلام، والكتاب منزل في الإنترنت إلى الآن. نعم.